مرحبا بكم زملاء الطلبة. من أهم المصطلحات الأدبية في الطور الثانوي والتي يختص بها الشعر دون النثر هو مصطلح المقدمة الطلالية، وهي موضوع مشترك بين السنة الأولى ثانوي والثانية ثانوي. في السنة الأولى ثانوي نتساءل لماذا يوظف الشاعر المقدمة الطلالية، أما في السنة الثانية فنتساءل لماذا يستغني الشاعر عن المقدمة الطلالية. المقدمة الطلالية هي مقدمة يبتدئ بها الشاعر قصيدته، وقد عرفت في الشعر الجاهلي وكذا الإسلامي والعصر الأموي، حيث يبتدئ الشاعر فيها قصيدته بمقدمة، والمقصود بالمقدمة هي البيت الأول وربما أحيانا الثاني، حيث يتعرض فيه إلى وصف ذكرياته الماضية والوقوف على منازله التي مر بها، باعتبار أن الإنسان العربي في ذلك الزمن البعيد كان غير مستقر في مكان واحد، فيحن إلى الديار التي مر بها ويذكرها في شعره كشوقه إلى أهله وخيمته وراحلته وغيره، وربما قد يذكر حبيبته وشوقه إليها، وهذا نسميه المقدمة الطلالية الغزلية، وهي واجبة على الشاعر في ذلك العصر، ولا يمكن الاستغناء عنها أبدا. هذا بالنسبة لدروس السنة الأولى من الثانوي. وإليكم نموذجا لقصيدة بانت سعاد لكعب بن زهير، وهي نموذج في المقدمة الطلالية الغزلية، حيث جاء كعب بن زهير معتذرا لرسول الله، فابتدأ قصيدته قائلا في البيت الأول: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول. فهي مقدمة طلالية غزلية على عادة الجاهليين، فيذكر فيها فراق محبوبته سعاد، ويصف اضطراب قلبه وحزنه عليها، ثم ينتقل إلى مدح الرسول والاعتذار له قائلا: نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول. فنجد هنا تعدد الأغراض بين الغزل والمدح. أما بالنسبة لدروس السنة الثانية من الطور الثانوي، فهنا نتحدث عن المقدمة الطلالية من خلال التخلي عنها والاستغناء عنها، واستبدالها بتوظيف الحكمة في الشعر، أو التخلي عن المقدمة الطلالية نهائيا والتخلي أحيانا عن الحكمة. لهذا نقول عن الشعر في العصر الجاهلي والإسلامي أنه متعدد الأغراض، لأن الشاعر يذكر المقدمة الطلالية ثم ينتقل إلى غرضه، سواء كان فخرا أو مدحا أو غيره. ونقول عن الشعر في العصر العباسي أنه ذو غرض واحد، لأن الشاعر لا يذكر المقدمة الطلالية بل يتحدث عن غرضه مباشرة. وهذا نموذج لقصيدة لأبي نواس يبتدئ فيها بحكمة، ولكن هذه الحكمة لا تخرج في مضمونها عن الغرض الأساسي للقصيدة. يقول فيها: دع عنك لومي فإن اللوم إغراء، وداوني بالتي كانت هي الداء. وإلى هنا وصلنا إلى ختام موضوع المقدمة الطلالية في الشعر الجاهلي، وسنتحدث في موضوع لاحق إن شاء الله عن تعدد الأغراض في العصر الجاهلي، وعن الموضوع الواحد في العصر العباسي. دمتم أوفياء زملائي التلاميذ والطلبة، ولا تنسوا الاشتراك والإعجاب ليصلكم كل جديد. مع السلامة.